مش كل الوظائف متساوية، سواء في الرواتب أو في مستوى الراحة والأمان. وفي وظائف خطرة جدا، وبتلاقي أصحاب الوظائف دي بيعرضوا رواتب خيالية عشان بس يلاقوا موظفين ليها. خليك معايا للنهاية عشان تتعرف على أخطر الوظائف في العالم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أنا حمادة حمدي من قناة ايموشن. ادعمني باشتراك وادعمني بلايك. لو انت من عشاق السباقات، فأسوأ سيناريو انك تلاقي الدريكسيون اتخلع في ايدك. لكن عشان تكون سواق ماهر فانت محتاج تدريب كتير، لان من الاكيد انك ممكن تتعرض لمخاطر السباقات بسبب منحنيات الطرق اللي بتقوم فيها السباقات دي. عشان كده الشغلانة دي بتحتاج عقل يقظ في اغلب الاوقات، لان السرحان في الوقت ده عواقبه مش كويسة. من أصعب المهام في مجال البترول والتعدين هي مهمة الحفر. وعمال الشغلانة دي مش زي أي عمال تانية، لازم يكون قوي البنية ومرن ويقظ. ومش يقظ وبس، لا ده لازم يكون يقظ دايما، لأنهم دايما بيشتغلوا في ظروف صعبة. ومراعاة السلامة المهنية بالنسبة لهم مش كفاية، لازم يكون عندهم القدرة في التعامل مع التحديات الغير متوقعة. البودي جارد أو الحارس الشخصي من أكتر الوظائف اللي بيتحمل فيها الشخص الكتير من المسؤولية، لأنهم بيتعاملوا مع شخصيات مهمة، ولازم يحافظوا على حياة الشخصيات دي حتى لو اضطر إنه يضحي بنفسه عشان يحميهم. وعامل القوة عامل أساسي، بس مش كفاية. أهم حاجة يكون عنده ردة فعل قوية، ويقدروا يتعاملوا مع كافة الأسلحة، وتلاقيهم بيتدربوا أكتر ما بيشتغلوا. عشان شغلهم مفهوش هزار. وانت قاعد قدام الكمبيوتر بتاعك او حتى التلفزيون او اي جهاز بيشتغل بالكهرباء، بيكون في ناس تانية بتتعامل مع جانب خطر جدا. عشان الكهرباء توصلك مش اكتر، وعشان يوصل لمكان شغله بس بتبقى عملية محفوفة بالمخاطر. وبمجرد ما بيوصل لمكان شغله بتبدأ المغامرة. يعني في الارتفاع ده كله تلاقيه بيتعامل مع تيار كهرباء فتاك، وبالرغم من معدات التأمين اللي بتكون معاهم، لازم يكون عندهم القدرة في التعامل مع المفاجآت الغير متوقعة. في بعض المصانع بيضطروا يزيلوا بعض المباني القديمة، والخطورة المتفجرات بيهدوها بطريقة قطع الشجر. وبيقولوا ان الطريقة دي آمنة نسبيا، لكن الكلام ده ما يمشيش مع اللي احنا شايفينه. والشغلانة دي مش محتاجة حد قوي وبس، ده لازم يكون في حالة تأهب كبيرة. ده غير انه لازم يكون بيعرف يجري. تسلق الجبال مش زي المشي أبدا، والكل عارف مدى صعوبة العملية دي، لأن الأمر بيعتمد على إنه إزاي تفادي العقبات اللي بتقابلك. لكن بالنسبة لعشاق تسلق الجبال، دي حاجة طبيعية عندهم، لأنهم بيعرفوا يتسلقوا الجبال.
ده غير ان هم يقدروا يتعاملوا مع ظروف الطقس السيئة، وغير كمان نقص الاكسجين في المرتفعات. عشان كده بتكون فرحتهم هستيرية لما يوصلوا لقمة جبل عالي. عمال المناجم من أكتر الناس اللي بيتعبوا وبيتعرضوا للمخاطر. تخيل إنك لازم تعمل مجهود بدني جبار وإنت تحت الأرض. ما بيشوفوش ضوء الشمس لساعات طويلة، وعلى طول في خطر دائم، لأن المناجم من أخطر الأماكن على كوكب الأرض، وده بسبب الغازات الضارة، ودايما في غبار في الهواء. عشان كده لازم يستخدموا معدات الأمان، واللي بتكون تقيلة ومرهقة. ولو عندك فوبيا الأماكن المغلقة يبقى مستحيل تشتغل في مكان زي ده. مين فينا ما نفسوش يعيش في ناطحة سحاب عشان يستمتع بمنظر المدينة وغروب الشمس من فوق السحاب؟ وعشان تتفرج وتنبسط لازم إزاز الشبابيك يكون نظيف وزي الفل. الناس بقى اللي بتنظف الشبابيك دي شغلهم مش بيكون سهل أبدا. أهم حاجة يكونوا ما بيخافوش من الارتفاعات. ده غير إن وهم شغالين بيكونوا مربوطين بحبال، وبيشتغلوا في ظروف جوية صعبة زي المطر أو تحت أشعة الشمس. عشان كده هي مش وظيفة مريحة بالمرة. ده لو شوية هوا قاموا بيدمروا اليوم بتاعهم. تخيل معايا كمية الخوف اللي بيعيشوها في وقت زي ده. أنا أعرف ناس بتترعب من نحلة، ما بالك بواحد زي ده كل شغله في وسط النحل. وعشان تكون مربي نحل محترف مش كفاية انك ما تكونش بتخاف منه وخلاص. لازم يكون عندك الخبرة الكافية للتعامل مع النحل، وتعرف النحل عايز ايه ومش عايز ايه. وبالرغم من البدلات اللي بيلبسوها إلا ان هم برضو بيتعرضوا لبعض اللسعات من النحل، عشان في النهاية يكون عندهم أفضل عسل نحل. لو كملت الفيديو لحد هنا يبقى الفيديو عجبك. انزل اكتب لي في التعليقات ايه اكتر جزء عجبك في الفيديو. ما تنساش الاشتراك في القناة، وكمان ما تنساش اللايك. واوعى تنسى اهم حاجة، انك تدعي لاخواتنا في فلسطين. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. رب الخير لا يأتي الا بالخير. سلام.